الفنان الكبير أحمد مظهر، الراجل اتقهر وطلع يعيط بالدموع مع الإعلامي الكبير مفيد فوزي، ويقول: الجنينة دي بتاعتي بقالها 40 سنة بجمع فيها أندر النباتات والأشجار. وسمع الرئيس مبارك كلام الفنان أحمد مظهر، واتصل بوزير الإسكان والمرافق حسب الله الكفراوي، وقدموا عروض للفنان لأنهم هياخدوا منه حديقته عبارة عن 30 فدان، وكانوا بيشقوا عشان طريق المحور. والرئيس مبارك قال لهم: حاولوا تبعدوا عن فيلا أحمد مظهر. قالوا له كده الطريق هينحرف 20 متر وده هيعمل حوادث كتير ومفيش حل. ودخل البلدوزر ونزع نص أرض الفيلا. وفي لقاء للفنانة الراحلة مريم فخر الدين، طلعت في ساعة صفا مع الإعلامية والفنانة صفاء أبو السعود، وقبلها في جريدة القدس العربي اللندنية، وقالت إن أولاده طمعوا في أرضه اللي بتساوي 30 مليون جنيه وحبسوه في البيت ورموه في البدروم وحرمينه من الأكل، عايزين ياخدوا فلوسه. واكملت الفنانه مريم فخر الدين قائله: لما كنت بروح انا وناديه لطفي عشان نقابله ونقعد معاه ونزوره ما كانوش بيردوه، كانوا بيقابلونا وحش وما كانوش يعني بيستقبلونا كويس. كان رد فعل الكلام ده الدنيا اتقلبت كلها على فارس السينما المصريه. طلع ابنه شهاب وكتب كل الكلام ده وقال ان ابوه راجل كبير ولما بيمشي بيقع، وظروفه الصحيه خلت خروجه من البيت قليل وصعب انه يمشي لوحده، ومفيش حد يجرؤ ان يحبس البرنس وصديق الرؤساء الفنان الكبير الفارس احمد مظهر. شهاب ابنه ده اكبر المهندسين المعماريين في الشرق الاوسط، وهو اللي عمل التطور الاخير لميدان التحرير. ولد احمد مظهر في 8 اكتوبر 1917 في العباسيه القاهره، وهو من اصول شركسيه وعيله وناس اهل زوات، واتعلم الفرنسيه والانجليزيه وحافظ القران، وتعلم كمان ركوب الخيل. دخل الكلية الحربية سنة 1934 وتخرج منها سنة 1938 دفعة الضباط الأحرار، يعني دفعة جمال عبد الناصر وأنور السادات. وكان في سلاح المشاة، وبعد كده راح سلاح الفروسية سنة 1942. وسنة 1943 كل خميس كان بيقعد على قهوة الفيشاوي مع شلة الحرافيش اللي هي شلة نجيب محفوظ، كوكبة من ألمع نجوم الفن والثقافة والأدب، وانضم إليهم أحمد مظهر. وسنة 1948 شافوا الفنان الكبير زكي طليمات وقال له: تعالى نعمل معايا مسرحية. وزكي طليمات هو مؤسس المسرح العربي، أو واحد من مؤسسي المسرح العربي. شارك في الثورة وبقى مدير مدرسة الفروسية، وغرق في السياسة ونسي التمثيل شوية. شارك في فيلم رد قلبي، كان ضابط اللي كاتبه يوسف السباعي، وكان بيمثله العقيد أحمد مظهر. وكان كل ما يروح عشان ياخد تسريح عشان يمثل في الفيلم يقولوا له لا. ده اللي خلاه سنة 1957 قدم استقالته. التقى بالرئيس جمال عبد الناصر في العرض الخاص لفيلم رد قلبي، وقال له: رجعني شغلي تاني في الجيش. بس جمال عبد الناصر قال له: لا خلاص، بعد ما طلعت امير من الاسره المالكه ترجع الجيش تاني ازاي؟ خليك في الفن وتأدية دورك الوطني. وشغل منصب سكرتير عام للآداب والفنون. سنة 1963 آسيا داغر قررت تعمل إنتاج فيلم الناصر صلاح الدين، وكان بطل الفيلم كان هو رشدي أباظة، لكن خناقة بين يوسف شاهين ورشدي أباظة طيرت رشدي أباظة من الفيلم، وجابوا أحمد مظهر عشان يكون الفيلم هو واحد من أحسن أفلام الفنان أحمد مظهر، وكمان واحد من أهم 100 فيلم في السينما المصرية. الفنان أحمد مظهر عنده 3 بنات وولد. البنات اسمهم إيمان وجيهان وريهام، وولد اسمه شهاب. كان متزوج من سيدة جميلة اسمها هداية أم أولاده. وحصلت حادثة في بيته، ابنه شهاب كان بيهزر مع صاحبه، وجت رصاصة بطريق الخطأ في دماغ صاحبه جابت أجله، وفي ساعتها واشتقلبت حياة الفنان أحمد مظهر رأسها على عقب. وطبعا كأي راجل مصري رمى كل المشكلة على الست هداية، قال لها: انت مهملة ومش عارفة تربي عيالك. قالت له: لا، انت اللي مهمل وسايب سلاحك الميري كده ومتعمر للأطفال وتجيبها عليا. كلمة منه كلمة منها وتم الطلاق، وعاش في فيلته في الهرم لوحده ولم يفكر في الزواج مرة تانية. سنة 1965 قرر ينتج ويخرج لنفسه، وعمل احتكار للفنانة ميرفت أمين، وكان سنها 19 سنة، واداها بطولة فيلم نفوس حائرة. كانت بتروح المكتب عشان تتعلم التمثيل، كان كتير عليهم. عمل لها عقد احتكار لمدة سنة، ولكن جالها فيلم مع صلاح أبو سيف ما قدرتش تقول له لأ، والمحكمة قالت له العقد باطل لأنها تحت السن القانوني. توفى الفنان أحمد مظهر بالتهاب رئوي حاد في يوم الأربعاء 8 مايو 2002 في مستشفى الصفا بالمهندسين، جنازة مهيبة من عمر مكرم، ودفن في مقابر باب الوزير. رحم الله الفنان الكبير أحمد مظهر.